حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد، فيديو مشترياتي عن أدوات المنظفات اللي هحتاجها في شهر 10 و11. وبصي يعني أنا بصراحة جايبة حاجات هتقعد معايا فترة طويلة جدا، من 3 ل4 شهور، ويمكن أكتر كمان. فتابع معايا الفيديو علشان خاطر هقولك اسعار كل حاجة، وهقولك ايه الحلو اللي انت تستخدميه وايه اللي انت مش هتستخدميه. اول حاجة جبت معايا شكارة طيب. انا بصراحة يا بنات مقاطعة، بس يعني بالذات موضوع الطيب انا او الربص على العموم مش بغيره. ليه؟ لان انا غيرت الاوكسي، ما حبتهوش وما نضفش معايا، و يعني ما استريحتلهوش، فاهمين؟ جربت قبل كده برسيل، برضو ما حبتهوش. وجربت اريال، كنت في اول الجواز جايبه برضو شكارة ب10 كيلو، فبرضو ما حبتهاش. فانا بستريح بصراحة لتايد، وهي 9 كيلو. كانت الاول بتبقى 10 كيلو، بس دلوقتي بقت 9 كيلو. يعني انا بجيبها بصراحة موفرة، وبتقعد معايا بال4 وبال5 شهور. فجبتها كده بركنها طبعا، مش كل شهر او كل شهرين بصراحة بجيب، لا انا زي ما انا بقولكم بتقعد معايا فترة كبيرة يعني. فانا جبتها طيب بريحة الدوني، ده افضل ريحة، وطبعا على حسب الاذواق. فكانت عاملة 430. تمام. طبعا معايا برضو بامبس تيليا، كنتوا سألني ايه النوع الافضل للبامبس. يعني انا بستخدم بيبي جوي. بصراحة يا بنات موفر جدا ولذيذ، وفي 60 قطعة. انا بستخدم مقاس 2، طبعا بنتي صغنونة، ف هي الباكيتة فيها 60 قطعة، وب250. وفيها حركة ان هي بتحبس البلل بجد يا بنات، وما بتسربش خالص. يعني فعلا حفاظة واحدة بتقضي معاكي ليل كامل، وممكن تصحى فاهمين وتلعب وتقعد شوية لحد ما انا اغير لها البامبس. زي ما انتوا شايفين الاستك اللي فيها ده هو اللي بيحبس ال التسريب، ان هو ما يحصلش تسريب لا قدر الله طبعا. واحنا دلوقتي داخلين في فترة شتاء، فطبعا احنا بنبقى خايفين من التسريب، لان العيال كلها او اطفالنا بتبقى نايمين براحتهم، وطبعا لابسين كمية كبيرة. فانت طبعا مش هتقدري ان انت تقلعي عيل مرة واحدة كل الكمية اللي انت بتبقي لابساها دي. بس طبعا معايا برضو مناديل المطبخ فاميليا. دي من احسن المناديل يا بنات بجد، هم 5 كده وعليهم واحدة هدية، فهم 6. وكانت ب55 ال6 مع بعض، فموفرة، وبرضو بتقعد معايا فترة كبيرة، ممكن برضو من 3 ل4 شهور. فتقعد معايا يعني فترة كبيرة جدا. بس طبعا جبت معطر الارضيات، ومعطر جو. وبصوا يعني بصراحة ليه عدة وظائف كتيرة جدا، هو 480 ملي كده. فجبت المعطر فريدة ده، انا جربته بصراحة بريحة التوت زي ما انا قلتلكوا، وبريحة الدوني، فدول اكتر روايح انا بحبها. فجبتها، جبت عبوتين يعني، وكان سعر العبوة 40 جنيه. طبعا الاسعار يا بنات على حسب ما انت قاعده في المكان المعين ده، وعلى حسب ما انت برضو متاح عندك المنتج ده او لا. بس دلوقتي طبعا فريدة بقى مكتسح السوق، وبقى كل الناس بتجيبه. فانا برضو هجرب الدوني وهبقى اقول لكم اذا كان حلو ولا لا. طبعا جبت شامبو برضو للشعر، بس مش ليا، لمحمد جوزي، هو بيحب قوي النوع ده، ونوع تاني للقشرة. وبصراحة يا بنات بجد تحفة تحفة تحفة. يعني انا جربته قبل كده، بس هو عيبه ان هو بينشف الشعراية شوية، بس بصوا بتحسوا بانتعاش لذيذ.
طبعا انا كنت عامله لكم وصفه للشامبو في البيت، فانا بصراحه يعني على طول دلوقتي بقيت معتمداه وعلى طول بعمله. فانت لو لسه متابعاني جديد، ادخلي شوفي الوصفه اللي انا كنت عاملاها للشامبو، فرهيب وجميل جدا وهتحبيه. بس طبعا جبت غسول نيفيا لبشرتي دي، لأي بشرة، يعني البشرة الدهنية والمختلطة والجافة، ده كله يعني لأي بشرة. فأنا حبيته جدا وبيريح بشرتي يا بنات، فأنا يعني كل ما يخلص بجيب منه تاني. بس جبت حمام كريم برضو فاتيكا، هو السعر بتاعه 35. برضو قلت اما اجربه، انا اول مرة يعني اجرب النوع ده في الفاتيكا، فقلت هجيب منه عبوة صغيرة لو حبيت او استريحت له هجيب عبوة اكتر من كده. طبعا ما بقدرش استغنى عن نيفيا، طبعا دلوقتي جايلنا شتاء ولازم نرطب رجلينا وايدينا وبشرتنا كلها. ف جبت عبوة كده من النيفيا، وكان سعرها ب75 العبوة دي. وبس كده، هما دول المشتريات اللي انا جبتها في شهر 10 يعني. وزي ما انا بقول لكم، هي بتديني يعني اللي هو ايه، مساحة كبيرة ان انا ما اجيبش منظفات طول الاربع شهور مثلا اللي جايين. يعني بجيب الكمية دي بتقعد معايا من 3 ل4 شهور، وممكن تقعد 5 شهور كمان معايا، انتوا فاهمين؟ فبتريحني كتير جدا. غير طبعا البامبز ده بيخلص بعد اسبوعين، فدول حاجة، والبامبز حاجة تانية. بس وبرضو كنت جايبة 2 كيلو صابون مواعين، بس كانوا سايب يعني. وكمان هجيب لسه مناديل للبشرة يعني، علشان خاطر جاي لنا شتاء. وانا بستخدم برضو المناديل السحب فاميليا، برضو تحفة وناعمة وجميلة جدا، علشان خاطر الشتاء، وعلشان بيجيلنا برد كتير فمناخيرنا ما تتجلطش. فهي دي ناعمة ولذيذة جدا. وبس كده يا بنات، اكون خلصت المشتريات بتاعتي. اشوفكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد وروتينات حلوة زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.